وتقول عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا كيف يتعاملون مع نسائكم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ العظم فيعطيني إياه أتعرقه، يعني أعرش العظم أعرمش. تقول: فأتعرق اللحم ثم يأخذه مني ويضع فمه على مكان فمي صلى الله عليه وسلم، يعني تطييبا لها صلوات ربي وسلامه عليه. واستعارت مرة قلادة من أختها أسماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر وكانت عائشة معه، فسقطت القلادة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ضاعت قلادتي. قال: ما يتحرك الجيش، ابحثوا عن قلادتها. فأوقف الجيش يبحثون عن قلادة عائشة رضي الله عنها، حتى دخل عليهم وقت الصلاة وكاد أن يخرج، فنزلت آية التيمم وصلى الناس بالتيمم، ثم وجدوا القلادة. فقال أبو موسى الأشعري: ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ يعني ينزل الله حكما شرعيا إكراما لهذه الأسرة، أسرة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه.